السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كويسين ويا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا في أحسن حال يا رب، اللهم أمين يا رب. الحمد لله الحمد لله. الفيديو اللي فات جاب مشاهدات إلى حد ما حلوة بالنسبة للمشاهدات اللي عندي يعني. وانا مبسوطة جدا ان الفيديو عجبكم وان انا عرفت اوصل اللي انا عايزة اوصله. ويا رب تكونوا بتستفادوا باللي انا بقوله، ويا رب يكون ان هو يعني الى حد ما ممكن بيريحكم شوية. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بقى ان شاء الله الفيديو ده هنبدأ هو تكملة لان انتي فاهمة دورك غلط وفاهمة دور الدين معاكي غلط. احنا بقى النهاردة بإذن الله هنكمل السلسلة بتاعتنا بتاعت ازاي تكوني اسعد واحدة، وازاي يكون السعادة جواكي وجوه قلبك من غير اي مجهود، وازاي ان انتي تشيلي العبء اللي انتي حطاه عليكي، اللي انتي الوحيدة حطاه عليكي، لكن لا دينيا ولا شرعا ولا اي حاجة طلبتك بالعبء اللي انتي حطاه عليكي. تمام. قلنا 3 حاجات المرة اللي فاتت، النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنكمل عليهم، ورابع حاجة معانا وندخل على طول في الموضوع علشان الفيديو برضو ما يطولش عليكم. رابع حاجة معانا ممكن نقول ان هي اول حاجة في الفيديو ده، بس هي تكملة برضو للفيديو اللي فات، واللي ما سمعوهوش يرجع يسمعوا. ان شاء الله باذن الله هيفيدكم كتير. انا عارفة ان انتوا عارفين كل حاجة، بس انا بحاول ان انا ارتب لكم الدنيا قدام عينيكم بس، مش اكتر ولا اقل. وطبعا كل اللي احنا بنعمله ده، سواء انا برتب لكم الدنيا او انتوا بتسمعوني او بتاخدوا اي كلمة او اي حرف مني او كده، ده بيبقى بس عشان نحاول نخفف الضغط اللي علينا. وطبعا احنا لما بنتملي بالضغط بنضغط اللي حوالينا من غير احنا ما نحس، سواء في زعل، سواء في حزن، سواء في تعب، في حاجات كتير. تمام. طيب اول حاجة معانا النهاردة، علشان انتي في حاجة فاهمها غلط وفاهمة دورك فيها غلط ولازم تفهميها صح، اهتمي بتفاصيلك. يعني مش لازم بس تهتمي بتفاصيل عيالك، مش لازم بس تهتمي بتفاصيل جوزك. طبعا مأمورة ان انت تهتمي بتفاصيل ولادك، ومأمورة ان انت تهتمي بتفاصيل جوزك، ومأمورة ان انت ومش مأمورة، مأجورة. يعني حاجة تانية. وكمان انا هكلمكم في نقطة في الحتة دي، لاني احيانا بحس ان الموضوع ده بيقلب عند الامهات او عند السوشيال ميديا، يعني اللي في ناس بتتكلم ان الست لازم تاخد حقها والست، فبيقلب معاهم لسكة انانية شوية. وده طبعا ما بيبقى ضد، مش هقولك ان هو ضد الشرع، لا خالص، ده ضد الامومة بس. تمام. يعني ايه اهتمي بتفاصيلك؟ حاجات بسيطة ممكن انت تستغرب ان انا بقولها لك، بس انت مش شايفاها. تمام. اهتمي بأوضتك، اهتمي بلبسك، اهتمي بشكلك، اهتمي بصحتك، اهتمي بحياتك. زي ما انت كل ما بتشوفي دولاب عيالك متبهدل بتحبي ان انتي ترتبي لهم لبسهم والالوان دي على جنب والالوان دي على جنب، عشان لما يجوا يسحبوا تبقى الحاجه قدامهم ما يحتروش. اهتمي بنفسك كده، اهتمي بتفاصيلك. افتحي دولابك، شوفي ايه الحاجه اللي ناقصه في دولابك، اكتبيها عشان كل ما يتوفر معاكي فلوس لنفسك تفرحي نفسك وتجيبي لها حاجه حلوه. ده مش غلط، وده مش عيب. طلعي كل الهدوم اللي عندك، خرجيها من دولابها. الهدوم اللي انت خلاص بقيتي مستسهله ان انت تلبسي عبايه سودة علشان تروحي توصل ابنك التمرين ومش عارفه ايه والكلام ده كله، لا. افتحي دولابك، طلعي كل الهدوم اللي عندك، رصيهم علشان كل ما تخرجي تلبسي فستان، كل ما تخرجي تلبسي عبايه، على فكره، على قد ما انا بتكلم في اطار الشرع والدين واللبس اللي ربنا يرضى عنه. مخكم ابدا ما يروح ان انا بقول كل يوم تلبسوا ومش عارفه بنطلون ولا لا. انا بتكلم على العبايات بتاعتنا، الخمارات بتاعتنا، او النقابات بتاعتنا برضو.
افتحوا دولابك، رصي كده هدومك، اكويها، عطريها بمسك، يعني مش قصدي عطريها عشان لما تخرج بيها في الشارع، لا قصدي يعني اغسليها باريال كده او بمعطر ريحته يبقى حلوه. اكويها، كل طقم كده عليه نقاب وعليه خماره، عليه طرحته. شنطك علقيها بطريقه حلوه. افتحي نفسك، والله العظيم، والله انت ممكن تبقي شايفه ان الحاجه دي تافهه، بس والله العظيم الحاجه دي بالنسبه للستات كبيره، بتغير من نفسيتهم جدا جدا. عايزه اقول ان كل واحده متمرمطه مع اولادها ان هي بتخرج بيهم، توديهم تمرينات، توديهم مدارس، توديهم دروس، توديهم. لو راحت وهي متشاكه كده في نفسها ومتأنقه، هيبقى احساسها مختلف جدا من هي لو راحت نفس هي العبايه متلحقش تحطها في الدولاب اصلا، بتقوم لابسه امها وتخرج بيها، وهم ايه، اقلب وشقلب وخلص ومش عارفه عشان عايزه اروح، عشان عايزه اعمل الغدا، عايزه. تمام، لا، اعملي اللي عليكي، بس ما تنسيش نفسك، ما تنسيش تفاصيلك الدقيقه دي اللي بتفرق معاكي. لبسك حياتك، لبس بيتك، بيجاماتك، هاتيلك بيجامه جديده. ما تنسيش نفسك في العيد، لما بتكسي ولادك، اكسي نفسك عشان انتي تبقي فرحانه في العيد، فتعرفي تفرحيهم. حطي البيجامه اللي اتهلكت على جنب، وحطي البيجامه الجديده على جنب، فرحي نفسك. اصحي من نومك، خدي دشك، طلعي بيجامتك، طلعي البرفيوم بتاعك انتي قاعده في البيت، طلعي الميك اب، طلعي الروج اللي لون البيجامه، طلعي اللوشن اللي انت هتعمليه علشان تبقي مبسوطه وفرحانه، وتبقى ريحتك. طول ما انت مهتمه بنفسك ومهتمه بتفاصيلك، مهتمه بحياتك، هتعرفوا والله العظيم 3 هتعرفي تنقلي الاهتمام ده لكل اللي حواليكي. انت لما تصحي الصبح تاخدي الشاور بتاعك وتلبسي البيجامه الحلوه بتاعتك، هتفرق جدا معاكي جدا. خلي ليكي روتين كده، ده من ضمن تفاصيلك. خلي ليكي كده روتين خاص بيكي، روتين لي انا، روتين انا لما بصحى بالنوم. اصحي قبل ولادك بنص ساعه. شوفي انت متى بتصحي ولادك، اصحي قبلهم بنص ساعه، ما تستخسرهاش في نفسك. اصحي قولي اذكارك، اصحي اقعدي شمي هوا في البلكونه، في الشباك، اعملي كوبايه شاي بلبن او اي مشروب انت بتحبيه، اقفي قولي اذكارك، اقري الورد بتاعك في هدوء. لو في حاجه بتحبي تسمعيها اسمعيها، حاجه هتهدي اعصابك اسمعيها. انصحكم بشويه كده بودكاست حلوه جدا 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 جدا، بيهدوا النفسيه جدا. شغلي كده بخور في اوضتك، في بيتك، شغلي الرقيه الشرعيه، والله بتهديكي. اقعدي على مكتبك وامسكي قلمك وامسكي النوت بتاعك، اكتبي انت هتعملي ايه النهارده، ايه خطتك مش بس في البيت، ايه خطتك ليكي انت، ايه خطتك مع اولادك. النهارده احنا في الاجازه، امبارح مسك الموبايل ساعتين، النهارده تحدي مع نفسك. وعلى فكره التحدي ده ليكي قبل ليهم، تحدي مع نفسك. النهارده هيمسكوا الموبايل ساعه، اقل نص ساعه. طب انا عشان يمسك الموبايل نص ساعه، ايه البدايل، ايه البديل اللي يخليهم الساعه دي التانية يستغنوا عن الموبايل فيها؟ قصة قبل النوم حضريها. النهارده ما وريكيش شغل كتير في البيت، مفيش تمرينات كتير عند الولاد. انا النهارده في ساعة او في نص ساعة بعد ما اخلص شغل البيت واخلص الغدا، وهراجع القرآن مع ولادي، هحفظهم. انا النهارده ليا نص ساعة اخرج بره، اشرب كوباية قهوة واجي اتمشى كده واجيب لنفسي حاجة حلوة وارجع. هتفرق والله العظيم، هتفرق. ما تستصغرهاش،
الحاجات دي ما تستصغرهاش، لان هي هتفرق جدا، هتفرق جدا في نفسيتك، فبالتالي هتفرق في نفسية عيالك، بالتالي هتفرق في علاقتك مع جوزك، هتفرق مع علاقتك مع امك وابوك ومع اخواتك ومع اصحابك. هيبقى لك بال تسمعيهم وهم يسمعوكي، هيبقى لك بال تمسك الموبايل. انا مين اللي ليا فتره ما سالتش عليه فانا هسال عليه؟ والله العظيم انا عايزه اقول اني والله اللي انا هقوله ده جوه كل واحده وجوه كل ام، بس مش عارفه تعبر عنه. احنا من كتر ضغوطنا على الحياه احنا قاعدين نقول ليه يا رب، ليه زمان كان الناس بتسال على بعضيها، ليه زمان كان مش عارفه ايه، عشان احنا ضاغطين نفسنا. انت من كتر ضغطتك بين البيت والعيال وجوزك وحياتك والمذاكره والدروس والغسيل والطبيخ والمساء، مفيش وقت ان انت تمسك الموبايل. في مثلا مرات يعني زمان بقى يعني حتى اوروبا بعيده جدا انا ما اتصلتش اتصل اسلم عليها، رغم ان ده بنؤجر عليه. يعني انا اديني بقول لكم ايه، ان في حاجات احنا مأمورين بيها او حاجات هتساعدنا دينيا مش بنعملها، في نظير ان احنا مكونين اوهام في مخنا ان هو ده المفروض وده اللازم. احنا بصوا بنخنق نفسنا، بنكبر نفسنا، رغم ان انت ممكن تعيشي مع اولادك طفله زيهم عادي وهتسعديهم اكتر من ان انت ام معاهم. اوقات بنبقى محتاجين ده واوقات كمان بنبقى محتاجين ده. عيالك نفسهم حابين يشوفوا، مش هقولك جوزك، عيالك محتاجين يشوفوكي مهتمه بنفسك، محتاجين يشوفوكي فرفوشه، محتاجين يشوفوكي مبسوطه. لو عندك بنات، البنات محتاجه تشوفك وانت بتاخدي دش وبتلبسي حاجه جديده حلوه، حاجه نظيفه، بتحطي روج لون البيجامه خلي بالك انت لما تعملي كده بناتك هتثق فيكي. لو بنتك شايفاكي على طول لافحه ام العبايه وطالعه وخارجه رايحه بيها لما تيجي تكبر مش هتسالك انت، لا هتبص لاصحابها ولبس اصحابها. ممكن يبقى لبس اصحابها ما يوافقش ديننا، بس عشان انت لبسك موافق دينك ولكنه مش حلو فقافلها. احنا المفروض بنحبب ولادنا بالقدوه مش بالكلام، بالقدوه مش بالكلام. وصل لاولادك ان انا ربنا امرني ان اهتم بنفسي، ومش بس لبس، مش بس ميك اب، لا. وبرضو انصحك افتحي درج الميك اب بتاعك، شوفي ايه الحاجات اللي ليها 3-4 سنين منتهيه الصلاحيه وانت لسه رميها عندك، عشان ما عندكيش وقت تشوفي ايه اللي باظ وايه اللي جاب وايه اللي محتاج يتجدد. هتقولي ماديا مش عايزه اجيب جديد مش عارفه ايه، والله لو كل شهرين حوشتي كل يوم جنيه على جنب هتجيبي. لازم يبقى لك مبلغ صغنن جدا ليكي ولحاجاتك اللي هتجيبيها والحاجاتك اللي هتصبرك اصل الستات ايه، الستات غبيين جدا. حاجه بسيطه تفرحهم، حاجه بسيطه تبسطهم. ازازه برفن قد كده تطيرهم من الفرحه. ليه انت مستنيه حد يجيب لك البرفن؟ جوزك يجيب لك. طب لو ما جابلكيش هتبقى ليله سودا بقى، هتبقى ليله سودا. تاني حاجه ما تستنيش حاجه من حد. فكري في نفسك قبل ما تطلبي من حد. ما انت لما فكرتيش في نفسك ما تطلبيش من حد يفكر فيك اذا كان نفسك هانت عليكي. لو انت ما دورتيش على نفسك غيرك مش هيدور عليكي. لو انت ما اديتيش نفسك الاهتمام الكافي ما تطلبيش من حد يهتم بيكي، ما تطلبيش من جوزك يهتم بيكي، ما تطلبيش من امك تهتم بيكي، ما تطلبيش من اختك تهتم بيكي، ما تطلبيش من حد يهتم بيكي، ما تطلبيش من اولادك ان هم لما يكبروا يهتموا بيكوا بتفاصيلك اذا كنت انت ما بتهتميش بنفسك. بتلزميهم هم ليه يهتموا بيكي؟ يعني انت عايزه نفسك ولادك يبقى زي الولاد اللي بنشوفهم في التلفزيون، يحترموا خصوصيتك ويحترموا اوضتك ويحترموا دولابك ويحترموا حاجاتك
رغم ان انت مش بتحترميها، انت مش بتحترميها. فما تستنيش حاجه من نفسك في بيرفين، ما تستنيش قولي انا اصل هقول له جوزي يجيب لي. لا لا، روحي هاتي، روحي هاتي. انت اولى بيكي، انت اولى بيكي والله العظيم. واللي حواليكي لما يلاقوكي مزكيه نفسك هيزكوكي. كوني مع الله، كوني مع الله. يعني انا عايزاكي تعيشي في الحياه انا مع ربنا ومع نفسي، في نفس الوقت بعمل اللي ربي بيحبه، بصلي وبعمل فروضي وبصلي نوافل وبعلم ولادي دين وبعلم ولادي امور حياتهم، بذاكر لولادي، بنظف بيتي، شايفه امور حياتي، شايفه امور جوزي، مرتبه له حياته، مرتبه له دنيته. ما هي قال الجو للشغل والنفسيه الحلوه في بيتي. بجهز لولادي دينيا عشان لما يكبروا الفتن ما تاكلهمش. طب عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه تاني؟ بس عشان تعملي كده لازم تالت حاجه. ايه هي؟ ثقفي نفسك، ثقفي نفسك. وتعالى اقولك ازاي ثقفي نفسك. ما تحصريش نفسك في حته انا اصلا ما عنديش وقت. لا، عندك ربع ساعه وانتي بتشربي قهوتك تقري كتاب، تقري، هاتي كتاب. مش لازم ديني، مش عايزه دي، مش لازم ديني، عن الحياه، عن الحياه. عايزاك تبقي مثقفه كده، لبقه، مثقفه ولبقه. ان اي حد يعني احنا ممكن نشوفه في بنوته الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، جميل اللهم بارك، تفتح بقها نظرتنا ليها بتختلف تماما تماما. 24 ساعه شايفينها جميله، بس لما جت فتحت بقها اتكلمت، ايه ده ايه ده؟ ايه كلمه الجهل دي؟ يعني انت بتقولي في نفسك هي بتتكلم ليه كده، هي بتعمل ليه كده. يبدا ايه اللاوعي بتاعك يعكس الصوره اللي هو شايفها عليها. ده طلعت مش جميله. ما هو الجمال مش جمال شكل قد ما هو جمال روح. الشكل مفيش حد وحش، احنا كلنا خلقة ربنا، مفيش حد وحش، بس هي فيها نسبة وتناسب في الجمال. لكن الست القوية المسلمة مثقفة. عشان كده دايما اقولك ايه، اسمع دروس سيرة، اسمع دروس عقيدة. حدد لنفسك كل يوم انا واقفة بطبخ، واقفة بغسل مواعين وانا بسمع حلقة. مش بس قراية، هاتي ادخلي في يعني شوف ثقفي نفسك لغويا، اتعلمي انجليش، اتعلمي فرنسي، اتعلمي اي حاجه، اتعلمي والله هتنفعي نفسك وتنفعي جوزك وتنفعي ولادك وتنفعي اهلك وتنفع كل حاجه. اتعلمي طول ما انت عايشه في الحياه، اتعلمي. شيلي شماعه ان انا اصل عيالي صغيرين والحياه صعبه والدنيا ومش عارفه ايه. والله العظيم كانت معانا ناس في الحلقات بتاعه تحفيظ القران معاها 6 عيال، 6 عيال وهي موظفه، وكل يوم تيجي حافظه عن ظهر قلب. وبص تلاقيها متفوقه في شغلها، تبص تلاقيها متفوقه مع عيالها اللهم بارك. الولد كده اللهم بارك اطول منها راجل، يكلمها كل احترام عينه لتحت. نفس الوقت صديقها تشوفيهم هما بيهزروا مع بعض يضحكوا بقى، دي مربيه صح، مش مربيه كده، لا دي مربيه على اسس. دي مش مأكله ومشربه بس، لا دي زرعه، دي عارفه بتعمل ايه.
مش بتراعي، لا بتربي، بتحكي، تعبة نفسها، في نفس الوقت شغالة على نفسها، مش سايباها، لا لا، شغالة على نفسها. في نفس الوقت تروحي شقتها تلاقي اللهم بارك عليها جميلة، ما تطلعيش منها غلطة. في الامتحانات بتاع القرآن بنبقى ممتحنين في جزء واثنين وثلاثة واربعة، الأولى بفضل الله، ويوم ما تنزل تبقى التانية. تفسير، تجويد، قرآن. اختاري تكوني انت الأفضل، اختاري تكوني انت الأقوى. الظروف صعبة أنا عارفة، ومش معنى كلامي ان انا بتفه من ظروفك، لا لا، بس ما تستسلميش. انا معاكي هنا، قناتي دي مفتوحة عشان اقولك ما تستسلميش. خليكي قوية وخليكي جدعة، ما تسيبيش الظروف تضغى عليكي، لا انت اضغى على الظروف، انت خليكي اقوى من اي ظرف. لو عندك مشروع ادخلي فيه عشان يبقى لك دخل، تبقي قوية، مش عشان تستغني، لا لا، دي لنفسك، دي لنفسك. ما عندكيش عيالك احسن مشروع، اشتغلي عليهم واشتغلي على نفسك، اشتغلي على حياتك، اشتغلي على بيتك، اشتغلي على ثقافتك. اهتمي بنفسك، اهتمي بولادك، اهتمي بكل حاجة، بالكتابة، ما تقوليش انا اصلا انا هحط بكره ان شاء الله باذن الله انا عارفه ان انا هعمل كذا وكذا، لا، هتصحي ناسيه. اكتبي، اكتبي كل تفصيله، اكتبي كل تفصيله، اكتبي انا لما اصحى الورد اللي عليك كله. اعملي صفحات، ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو ترتيب اليوم، هنعمله خانات، خانه ليكي، خانه لاولادك، خانه لبيتك، خانه لجوزك، وخانه لكل حاجه. وبعون الله وبفضل الله انت هتسدي فيهم كله. هقولك تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكي، كل حاجه في حياتنا احنا اللي بنختارها. اختاري تكوني الافضل، اختاري تكوني الاقوى، واختاري تكوني الاحسن. ويا رب دايما اشوفكم احسن واقوى وافضل. هتختاري ان انت تكوني الافضل، هتبقي الافضل. هتختاري ان انت تكوني الاحسن، هتبقي الاحسن. هتختاري ان انت توافقي ان في ضغوط وفي حياة وفي ولاد وفي دوشة وفي زحمة وفي اكتئاب، هتلاقي ده. اللي هنختاره هنلاقيه، بس انا عايزه افكرك انت قدها وقدود، انت قدها وقدود. وقولي بسم الله واتكلي على الله، والله العظيم هتلاقي تيسير ربنا قبلك. مادام اخترتي الصح واخترتي اللي يرضي الله ورسوله، هتلاقي تيسير الله قبلك. هتمشي كده تبقي مش عارفه انا ازاي وصلت للمكانه دي. الست اللي بقولكوا عليها دي اللي معانا في حلقات القرآن، انا قعدت معاها، انا استغربت، انا بقول لها انت ازاي قادره تعملي كذا وكذا وكذا وكذا، وانت اللهم بارك 6 عيال، يعني بيبقوا معاهم 3 عيال، ويقولك بس ده انا ما بنامش، انا ما بقدرش، انا ما بعملش. اجابتها اول كلمه قالتها لي يعني انا مش قادره انساها، عشان انا من اول يوم اتجوزت فيه وانا شايفه نفسي الافضل وشايفه نفسي الاحسن. بالتالي لما خلفت لقيت اخترت لولادي الحياه الافضل والحياه الاحسن. اخترت لصحتي الافضل والاحسن. مش معنى ان هي معاها عيال يعني خلاص كده لا، هامله نفسها وهامله، لا، ما هي لازم يبقى صحتها تمام عشان تقدر تمشي البيت تمام. اي حد هيقول الظروف وهيقول العيال
وهيقول البيت وانا مش قادره اشم نفسي، مش قادره ابص يمين وشمال، مش قادره هيفضل طول عمره في الحته دي، في الحته دي هيفضل طول عمره فيها. فخلي نفسك دايما توب الاولى في كل حاجه، والله العظيم هتلاقي تيسير ربك قبلك. توكلي على الله، قولي استعين بيك يا رب، توكلت عليك يا رب، استعين بيك يا رب، توكلت عليك، عيني وساعدني، عيني وساعدني. هتبص تلاقي الصلاح مش عارفه تلاقيه منين ولا منين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. والله انا وقت الفيديو بيجري بسرعه، بيبقى جوايا كلام كتير عايزه اقوله لكم، بس مش عايزه الفيديو يطول عليكم. ولو الفيديوهات دي عجباكم قولوا لي، وانا عندي مواضيع قد كده. لو عجبك الفيديو دوسي لايك واكتبي لي كومنت حلو يشجعني. لو عندك صاحبتك او اختك او جارتك او اي حد شايفاه مقصر في نفسه ابعتيله الفيديو عشان الثواب تاخديه قبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.